تعالى كده قرب شم الريحه. شم شم شم. بص بقى الجمال، اتفرج، متع عينك. بص الجمال. صباح الفل عليكم. بص يا جماعه بقى، انسى اي كبسه سي فود كلتها في حياتك وتعالى النهارده اعلمك ازاي تعمل احلى كبسه سي فود هتدوقها في حياتك. بص العظمه، بص الجمال. الكبسه دي عمرك ما هتدوق زيها في حياتك. امشي بس معايا خطوه بخطوه وهاكلك كبسه. اول حاجه يا جماعه هنعمل المرقه اللي منها هنعمل الرز. سيبك بقى من شغل المرقه الجاهزه والحاجات دي، لا احنا هنعملها طبيعي. فجبنا شويه جمبري بقشره، قشرناه وشلنا منه عرق الرمله زي ما انتم شايفين، وادي القشره بتاعته اهي اللي هنعمل منها المرقه، وشويه سبيط قطعناه وعملنا له بلانشنج. ايه هو البلانشنج؟ البلانشنج ان احنا نحطه في ميه بتغلي لمده 5 دقائق عشان ينزل الزفاره بتاعته ويبقى جاهز معانا، يبقى كمان خد شويه من السوا بتاعه. هنجيب حله فيها شويه ميه وهننزل بقشر الجمبري. ده الخضار بتاعنا، هنحط عيدان كرفس، بصلايه، جزرايه، شويه بقى ورق لورا، كمون، فلفل حصى، ملح، شطه، حبهان. ننزل بقى بكل الحاجات دي، نقلب بقى كل ده كده ونسيبه يغلي على النار نص ساعه مثلا، ساعه الا ربع، لحد ما يدينا مرقه كده قويه. اكبر غلطه الناس بتعملها في الكبسه سي فود ان هم بيتعاملوا معاها اكنها كبسه باللحمه العاديه، فبيدخلوا السبيط والجمبري مع الرز يستوي، طبعا طعمه بيروح وبيبقى زي الكاوتش. التركه بقى انك انت الجمبري والسبيط لازم تسويهم في طاسه لوحدهم، بعد كده تحطهم على الوش. هنجيب طاسه نحط شويه زيت وحته زبده، ننزل بشويه بصل، هننزل معاهم بالسبيط لانه بياخد سوا زياده عن الجمبري، وهنبتدي بقى نشوح الكلام ده. ادي يا جماعه اهي البصله دبلت، هنبتدي بقى ننزل عليها بشويه توم زي ما تحب بقى التوم، وننزل بالجمبري طبعا، والكلام ده هو على النار يعني. شويه ملح، شويه فلفل اسود كده مجروش، شويه بقى بابريكا مدخنه ايه للتلوين كده. خلاص يا جماعه خدت كده التشويحه، ما نتكش على الجمبري. هو بعد ما نحط الجمبري يا دوبك 3 دقايق خلاص كده خلصت، ونروح نازلين بحته زبده، ممكن تزود لو عايز عشان ايه نعمل بس الصوص كده بعد ايه ما خلاص نطفيها يعني. تعالى كده قرب شم الريحه. شم شم شم. ايه رايك؟ تحفه ها. دلوقتي يا جماعه الشوربه خلصت، هنصفيها. اتفرج بقى معايا على العظمه والبهاريز. نزل بقى كده كل البهاريز بقى، ولا تقول لي مرقه بقى ولا بتاع. شوربه جمبري مركزه. في نفس الحله اللي عملنا فيها الشوربه هننزل بشويه زيت، ونبتدي ننزل ندي تشويحه للبهارات الجافه بتاعتنا، اللي هي عباره عن عود قرفه، 3 4 حبات قرنفل، شويه فلفل اسود حصى، شويه ورق لورا، شويه حبهان، قرنين فلفل سوداني حامي، واحده ليمون لومي. اديهم بقى تشويحه واجي لكم تاني. بعد ما البهارات الجافه بتاعتنا ابتدت كده ريحتها تطلع، هننزل عليهم بالرز البسمتي اللي احنا غسلناه ونقعناه في الميه لمده ربع ساعه. نديله بقى تقريبا مع البهارات، ننزل عليه بالبهارات العاديه بتاعتنا. ايه البهارات بتاعتنا؟ شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه كركم، شويه كاري، شويه كمون، شويه من لون الزعفران عشان يديه لون. طبعا لو عندك زعفران اصلي يبقى يا ريت، بس غالي جدا. هنقلب بقى كل ده كده، وبعدين بقى ننزل بشوربه الجمبري. ادي جم بالظبط تقريبا بتعدي الرز بقد عقله صباع. هتسيب بقى الميه تغلي لحد ما يبتدي يتشرب، وبعد كده نغطي عليه. هوريك. ادي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده الميه اهي خلاص اتشربت تمام. اول ما تتشرب معاكم كده تروح جاي ايه بقى موطي النار على الاخر ومغطي، وتسيبها على نار شمعه لمده ايه 10 دقايق ربع ساعه حسب بقى نوع الرز. ادي يا جماعه بقى الرز ايه استوى، نبتدي بقى ننزله كده، تشيل منه بقى ايه ورق اللورا وتنقي الحبهان والحاجات دي براحتك. عايز تخليها مفاجأة لصاحب نصيبها برضو براحتك. يا جماعة بقى الرز مفلفل ازاي وحلو، الحبة بحبتها. نجيب بقى العظمة اللي عملناها في أول، بص بصوص الزبدة ده، الصوص ده بقى خطير. كده بقى ايه السي فود بخيره، مش استوى بقى جوه الرز بقى. احنا مش محتاجين كده كده طعمه لأن احنا أخدناه من ايه، من قشر الجمبري وروس الجمبري. ننزل بقى بالصوص ده كده، حط كمان ايه قرن فلفل، شوية بقى بقدونس كده يدوا فرحة وبهجة، شوية بقى ليمون. سي فود يبقى لازم ليمون. وعشان ايه بقى نعيش دور الكبسة، شوية ايه بقى مكسرات كده على الوش، شوية زبيب وكاجو كده. معكش يبقى شوية زبيب وشوية سوداني، معكش مش لازم خالص. هي الأكلة كده كده حلوة من غير مكسرات. بص بقى الجمال، اتفرج، متع عينك. ادي بقى يا جماعة ايه شوية دقوس كده، انا عامله دقوس سمك بس ده بايه على طريقتي انا. يلا بينا بقى ايه نجرب العظمه دي مع بعض. بص بقى تاكل ازاي، ليها اصول الكبسه، ليها اصول. تاخد كده ايه
جمبري على صبيت على شويه مكسرات زبيب، تنزل عليهم بشويه دقوس. الدقوس ده اصلا ايه فيه ليمون، بس دي عصره ليمون زياده. تروح ايه بقى اخد الكومبو ده كده. بص الجمال. ايه ده؟ ايه ده؟ رز معمول بشوربه الجمبري، فاكنك بتاكل جمبري، يعني رز لوحده حكايه. بص بقى الجمبري عشان ما غلطناش وايه وهريناه مع الرز في طعم. بص الصبيط. معلش يا جماعه، بما ان الكبسه دي اكله خليجي يبقى احنا ناكل زي الخلايجه. تعالى حط بقى كده ايه جمبري، خد شويه الصوص ده اللي هو ايه غرقان زبده، ده يعتبر صوص الباتر فلاي. شويه بقى كاجو، زبيب، عصره ليمون، حته بقى فلفلايه سبايسي كده، شويه دقوس، ولخبط بقى كل ده كده واديله بقى. مش قادر اتكلم، معلش بقى عشان هضرب غطس. سلام.